كان كينغ كونغ على وشك تناول وجبته الدسمة عندما شعر بألم حاد في فمه. تبين أنه أصيب بتسوس. راح يصرخ ويتألم، وفجأة قفز ضفدع صغير وبدأ ينقنق وكأنه يسخر منه. كينغ كونغ تجاهله، لكن وهو شارد ظهرت سحلية ضخمة تحاول الاستيلاء على الطعام. حاول كينغ كونغ منعها، لكنه اضطر للتخلي عن الأكل. الألم كان لا يحتمل، وما عاد يقدر يعض شيئا. فكر قليلا، ثم ذهب إلى القاعدة العسكرية وطلب المساعدة. سرعان ما أرسلوا طبيب أسنان محترف، ما كان يتخيل بيوم يعالج أسنان وحش عملاق. للسلامة، أعطوه مخدرا. ثم نزل الطبيب بجوار فمه، وثبت الضرس التالف بأسلاك فولاذية. بعدها غادر، وربطت الطائرة السن وسحبته بقوة، واقتلعت الضرس. وعندما استيقظ كينغ كونغ، وجد في فمه ضرسا من التيتانيوم يلمع كأنه جديد. وأخيرا أصبح بإمكانه أن يأكل ويشرب كما يشاء، بدون ألم وبدون سخرية.